كبيره انه سمع الكلام بسرعه، لان كان دماغه هتروح ومستقبله هيروح. انا بحب الولد ده جدا، فعشان كده كنت بنصحه على الهوا. هي دي الخطوه الصح، واللي نصحك كده هو 10/10. اوعى حد يسخنك وازاي تروح وازاي. سيبك من الناس دي، طول ما انت في نادي التزم وادي بشكل رجولي، هو ده اللي هيفيدك. تبقى هنا ازمه. واحد يقول لك طب الزمالك هيعمل ايه مع الولد؟ هيقف جنبه؟ لا يملك الزمالك في اللي جاي، لا يملك الزمالك في اللي جاي انه يقف جنبه. الزمالك يملك ان الولد اما يعتذر خلاص، الزمالك وقع عقوبه، سامحه، ارجع تدريبك اشتغل. لجنه المنشطات جت حطت اسم الولد، وده سمعته امبارح من احد اعضاء اللجنه، حطت اسم الولد وهيحاولوا معاه 3 محاولات. هنا الولد هيحل الحال، خلاص انتهى الموضوع، يبقى انتهى الموضوع. ده اللي المرحله القادمه. حصل النهارده حديث ما بين فيريرا واحد المقربين ليه في الجهاز الفني، وكانت دردشه يعني ايه هادئه كده. الدردشه دي تخص شويه حاجات، في حاجات هقولها لكم من بره وفي حاجات تخص الصفقات. فيريرا بيتكلم ان هو محتاج عدد من اللعيبه يلعبوا مع بعض اكتر من مباراه، محتاج يعمل خلطه بدون اصابات بدون حاجه، ان اللعيبه تشتغل مع بعض. فيريرا ابتدى يشتغل مع الجزيري نفسي، ودي معلومه بنسبه 1000%. الجزيري جاي بعد كاس العالم عامل داون، يعني نفسيا مش مؤهل، ابتدى يشتغل معاه نفسي وقال له انت لعيب كبير ولازم هترجع لمستواك، وبيتحدى ان هو هيقدمه بشكل مختلف. سامسون كل الناس شايفه ان هو لم يقدم اوراق اعتماده لنادي الزمالك، وناس اتكلموا مع فيريرا ان اللاعب بعيد. فيريرا قال النهارده رد غريب جدا، قال انا هوري لكم واخليكم تحكموا على سامسون ده في 2-3 ماتشين يلعب مع التشكيله اللي انا عايزها. يعني واضح ان اللاعب على رادار، واضح ان هو برضه شايف حاجه، واضح ان هو على راداره وان اللاعب شايف حاجه. كويس، خلاص انسوا بقى القصه، الهري ده موضوع تاني خالص. طيب اسامه نبيه نفسه ايه المشكله؟ كابتن اسامه نبيه ما حصلش اي اختلاف بينه وبين الاداره، ولا المستشار مرتضى ولا امير مرتضى ولا الراجل حتى. اسامه نبيه راجل ليه سيستم في التعامل بره غرفه خلع الملابس. هو الراجل شايف ان رقم 2 ده يتكلم معايا زي ما عايز في الاوضه، لا يتحدث مع اللعيبه بره او على الخط. عندي سيستم، السيستم ده ما مشاش مع الكابتن اسامه نبيه. الكابتن اسامه اما رجع للاداره، المستشار مرتضى وامير مرتضى، كان الكلام واضح. فيريرا هو رقم 1، كابتن اسامه حضرتك رقم 2، هو صاحب القرار. حضرتك كنت رقم 1 في يوم من الايام، كنت انت صاحب القرار. احنا نعتز جدا بيك، بس لازم تكون عشان تشتغل معاه تكون موافق على سيستمه. كابتن اسامه شاف ان ده مش مناسب بالنسبه له، رحل بعلاقه طيبه جدا وعلاقه رائعه. انتهت الشغلانه والازمه، خلاص خلص الموضوع، ده ما يخص الزمالك.